والله العظيم يا برنس منتخب مصر دوت حيرني معاه بقتش عارف ده منتخبنا جامد ولا مش جامد ولا حلو ولا مش حلو. النهارده يا برنس نكسب اثيوبيا 1-0 بالعافيه. هتقول لي يا عمدي احنا كنا بنلعب ماتش، اقول لك نلعب ماتش مين؟ نلعب ماتش مين يا باشا؟ نلعب ماتش مين يا برنس؟ ده 1-0 بالعافيه. ده اثيوبيا في اخر ربع ساعه كانت هتجيب التعادل وكانت هتجيب المكسب وكانت هتلعب علينا ماتش، وهي لعبت علينا ماتش. ماشي. هتقول لي منتخبنا النهارده كان بيلعب وحش، هقول لك اه كان بيلعب وحش، ولكن هنرجع للاسباب اللي هي ايه؟ لان الدوري بتاعنا ده من ضمن الاسباب، لان الدوري بتاعنا ما بداش، يعني الكره المصريه ما لعبتش خلاص، اللعيبه السم مريحه. انت جايب اللعيبه، معظم اللعيبه اللي في المنتخب دي جايبها يا باشا من فتره الاعداد بتاعت فرقها. ماشي. غير كده انت ما عندكش مثلا ايه يجي 20 لعيب محترف، ده هم 3 4 بيتعدوا على الصوابع. ماشي. فعشان كده ما تنتظرش اداء جامد جدا من منتخب مصر. ماشي. ما تنتظرش لان بقى انك تشوف منتخب مصر مرعب وينزل يكسب بالسبعات والثمانيات والكلام ده، لا يا باشا خلاص. خلاص بقى دي كانت اسطوانه. احنا لازم نوصل للناس، نوصل لهم ان هو ده اداء منتخب مصر. هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه. غير كده بقى لما تخش بقى في الماتشات الجامده بقى والتقيله والكلام ده هتقدر تحكم بقى. ولكن انت في ماتش اثيوبيا في جايب لعيبه من فتره الاعداد بتاع الفرقه، فهي دي النتيجه. ما هو مالهاش حل، هي دي النتيجه. هو ده الاداء اللي انت هتشوفه. مكسب 1-0 بطلوع الروح، وممكن كنت تتعادل اساسا، يعني الماتش ده كان ممكن يخلص 0-0 اساسا. ماشي. ولكن كسبنا، يعني كسبنا. انت لو جيت بصيت في بدايه التصفيات ديت احنا كنا اخر المجموعه قبل ما يجي الراجل روي فيكتوريا ده، وانا لسه عند كلمتي ان الراجل دوت هيعمل حاجه مع منتخب مصر. انا لسه عند الكلمه ديت. ماشي. الماتش الجاي لمنتخب مصر يوم الثلاث مع منتخب تونس، ماتش قوي بقى جدا، ماتش بكواليتي عالي. ماشي. رغم كده ان في لعيبه النادي الاهلي هتمشي، الشناوي، مروان عطيه، عبد المنعم، محمد هاني، خلاص دول راجعين النادي الاهلي. ولكن القصه هتتفرج بقى ان محمد صلاح راجع، معظم اللعيبه المحترفه هتلعب بقى خلاص، فماتش هيكون يعني جامد وماتش بالكواليتي كويس. لو جيت بصيت في اخر كام سنه اللي هم 3 4 سنين من ايام كيروش وحسام البدري والناس دي كلها، احنا ما كناش بنلعب ماتشات تقيله. ما كناش مثلا بنجيب البرازيل اللي لعبها، نجيب اسبانيا اللي لعبها، لا. فلعيبه المنتخب خلاص ايه الاحساس بالمباريات التقيله مع المنتخب ديت ما جاتش. وابسط دليل افريقيا مع كيروش، لو جيت بصيت اللي احنا في بدايه المجموعات احنا كنا ضايعين يعني. بعد كده ابتدى الاداء بتاعنا يعلى تدريجي. فده بيقول لك ان منتخب مصر لما بيقعد يتجمع كل شويه واللعيبه تاخد على لعب بعض والتحركات والكلام ده، تلاقي المنتخب اداؤه عالي. ويقول لك كده يا برنس مصطلح قديم بيقول لك ان منتخب مصر في البطولات المجمعه منتخب مصر بيكون قوي جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان انت عارف طبعا اللعيب المصري بيحب العشره، وانا قاعد معاك بقى شهر وده قاعد معايا شهر، ما المعسكر بقى قاعدين بقى، فخلاص خدنا على بعض ولعب بعض وفي التحركات بعض. فعشان كده بتلاقي منتخب مصر في اي بطوله مجمعه منتخب مصر بيكون قوي جدا جدا. من ابسط الحاجات اللي عجبتني النهارده ابراهيم عادل وعبد المنعم، الاثنين دولت يا جدعان لازم يحترفوا، الاثنين دولت لازم يطلعوا اوروبا بجد. يعني ابراهيم عادل وعبد المنعم اتنين كواليتي لعيبه محترفين، اتنين كواليتي لعيبه باين قوي ان هم فارقين على اللي جنبيهم. الاثنين باين قوي. يعني ابراهيم عادل لما نزل يرقص ويعدي، الواد عمل دربكه في دفاع اثيوبيا. الواد لعيب يعني، الكواليتي بتاعه مختلف عن الموجودين. لو اهتمينا بيه شويه ولعب بقى بره شويه الواد هيكسر الدنيا. عندك برضو مصطفى محمد كان بيتحرك كتير النهارده وكل الكلام ده. ولكن الماتش اساسا هو ما كانش في حد بيتفرج على الماتش ده. في ناس ما كنت اعرفها ما كانتش عارفه ان منتخب مصر هيلعب النهارده. ولو جيت بصيت على مدرجات المنتخب مفيش يا باشا، ده هما كام واحد عدى على الصوابع، ده 7 ولا 10 كانوا قاعدين في المدرجات. فده يقول لك ان خلاص الناس حته الشغف ان هم يتفرجوا على مباراه لمنتخب مصر بقتش موجوده، مش موجوده. فنفسي بقى ان احنا نقدر نوصل بقى الحته دي، ان خلاص امتى بقى نرجع كده زي زمان نتجمع على مباريات المنتخب والاستاد يتقفل والكلام ده كله. فده بدا يقل السنين اللي فاتت تدريجيا بسبب مستوى المنتخب مصر وبسبب النتائج اللي كانت بيقدمها. فخلاص بقى كل واحد يقول لك يا عم انا اروح اشجع المنتخب دم يتحرق. لا، باذن الله نقدر نرجع الجمهور تاني للمدرجات لمباريات منتخب مصر وكل الكلام ده. باذن الله منتخب مصر يرجع بكل جوه. ده احنا داخلين يا جدعان على افريقيا ونفسي ناخدها بقى.